هنبدأ النهاردة أولى حلقتنا في سلسلة علوم تالتة إعدادي، وهنبدأ بالتفاعلات الكيميائية، وهنعرف يعني إيه تفاعلات كيميائية وأنواعها، وهناخد أمثلة كتير على التفاعلات الكيميائية. كلمة تفاعل كيميائي أو يعني إيه تفاعل كيميائي هو عبارة عن كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة عشان يكون روابط جديدة خالص في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يعني أنا معايا مواد عايزة أطلع منها مواد جديدة، فبالتالي هكسر الروابط اللي ما بينها عشان تديني روابط جديدة في مواد جديدة خالص. طيب التفاعلات الكيميائية ديت بنشوفها في حياتنا على طول، بنشوفها مثلا في محرك السيارة لما بيحترق البنزين عشان يولد لي طاقة، طاقة حركة أو whatever. بشوفها في عملية البناء الضوئي لما المية بتتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون عشان ينتج غذاء النبات. بشوفها في المصانع بتتفاعل المواد الكيميائية مع بعضها عشان نكون مثلا الألياف الصناعية أو الأدوية أو الأسمدة أو حاجات كتير أوي. ماشي، أنواع التفاعل الكيميائي. التفاعلات الكيميائية في ليها 3 أنواع رئيسية، يا إما تفاعل الانحلال الحراري أو تفاعل الإحلال أو تفاعل الأكسدة والاختزال. تفاعل الانحلال الحراري طبعا هناخد له 5 أنواع. الإحلال هيكون إحلال بسيط وإحلال مزدوج. التفاعل الأكسدة والاختزال فيه ليها مفهوم تقليدي ومفهوم حديث. الانحلال الحراري هو عبارة عن المواد الكيميائية بتتفكك جزيئاتها أو بتفكك جزيئات بعض المواد الكيميائية المركبات بالحرارة للعناصر بتاعتها الأولية أو لمركبات أبسط منها. عندي المركبات ديت أنا عايزة أفككها، فأنا هستخدم فيها الحرارة، أو هستخدم الحرارة يعني عشان أفككها يا إما العناصر الأولية أو لمركبات أبسط منها ما تكونش معقدة أوي. تمام. عندي 5 أنواع، يا إما تفاعل بعض أكاسيد الفلزات أو هيدروكسيدات الفلزات أو كربونات الفلزات، كبريتات الفلزات ونترات الفلزات، وهنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. اول حاجه معايا انحلال الحراري لبعض اكاسيد الفلزات. لو انا معايا اكسيد فلز، اكسيد الفلز دوت هينحل بالحراره دلتا ديت، يعني حراره ينحل بالحراره للفلز وغاز الاكسجين. تمام. مثلا لو انا جيت عايزه اعمل انحلال حراري لاكسيد الزئبق، فانا همسك كميه صغيره من اكسيد الزئبق. اكسيد الزئبق هيكون لونه احمر، هسخنه على لهب بنزين في انبوبه اختبار. ببص هلاقي ان اللون الاحمر اللي معايا دوت اتحول للون فضي او ماده تانية لونها فضي. تمام. كده عرفت ان اكسيد الزئبق انحل. ادام اتكون لي ماده فضي فاكيد اتحول للفلز. الفلز دوت اللي هو هيكون الزئبق. تمام. عايزه اتاكد ان اللي طلع فعلا غاز الاكسجين، فهقرب عود ثقاب لو عود كبريت مولع من انبوبه الاختبار. هبص الاقي ان عود الكبريت دوت ازداد توهج او اشتعل اكتر. تمام. طيب ده ايه السبب؟ السبب ان الاكسجين اصلا بيساعد على الاشتعال. تمام. يبقى عرفت ان بينحل اكسيد الزئبق الاحمر بالحراره لزئبق اللي هو لونه الفضي، يعني اللون اتغير من اللون الاحمر للون الفضي، فمعنى كده حصل تغير في الماده وتصاعد طبعا غاز الاكسجين. غاز الاكسجين عرفت ازاي ان هو اتصاعد؟ ازداد لي توهج عود الثقاب المشتعل. تمام. المعادلة الكيميائية طبعا أكسيد الزئبق الأحمر اللي هتكون رمزه HgO هينحل بالحرارة للزئبق اللي هو ال Hg زائد ال O2 اللي هو الأكسجين. تمام. طبعا الأكسجين هيتصاعد. عند وزن المعادلة هنلاقي الأكسجين أصلا من عيلة توتو، جزيء ثنائي الذرة، فخرج باتنين، فعشان أظبط المعادلة هضرب المعادلة في اتنين. تمام. لما يجي يقول لي علل ظهور لون فضي عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر، فانا هرد اقول له لانه بينحل اكسيد الزئبق الاحمر بالحراره للزئبق اللي هو لونه فضي اللون وبيتصاعد غاز الاكسجين. طبعا عايز المعادله، فالمعادله معاك اهي. تمام. بعد كده الانحلال الحراري لبعض هيدروكسيدات الفلزات. لو انا معايا هيدروكسيد فلز هينحل بالحراره لاكسيد الفلز وهيتصاعد بخار الماء. تمام. لو انا مثلا عايز اشوف مثال عملي ليها، فانا هجيب هيدروكسيد زي هيدروكسيد النحاس مثلا، هسخنه على لهب بنزين. هيدروكسيد النحاس هيكون لونه ازرق، هبص الاقي هيتكون معايا ماده سوداء. الماده السوداء ديت اللي هي اكسيد النحاس اصلا اسود اللون. من هنا استنتجت ان هيدروكسيد النحاس اصلا الازرق هينحل بالحراره لاكسيد النحاس الاسود وهيتصاعد بخار الماء. المعادله هيدروكسيد النحاس اللي لونه ازرق CuOH باي 2 هينحل بالحراره لاكسيد النحاس اللي هو CuO وهيتصاعد بخار الماء اللي هو H2O. تمام. لو انا بقى ندخل على النوع الثالث اللي هو الانحلال الحراري لمعظم كربونات الفلزات. لو انا معايا كربون الفلز
هينحل بالحرارة لأكسيد الفلز وهيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. ماشي، مثلا لو انا جبت كربونات النحاس اللي هي الخضراء وسخنتها على لهب بنزين، هبص الاقي ان كربونات النحاس اللي لونها اخضر اللون دي هتتحول لماده لونها اسود اللون، فمعنى كده انا عارف اصلا ان اكسيد النحاس لونه اسود، فمعنى كده ان كربونات النحاس انحلت بالحراره ل اكسيد النحاس. تمام. بعد كده في غاز نتج، انا عايزه اتاكد ان الغاز اللي نتج ده غاز ثاني اكسيد الكربون، فانا هعمل ايه؟ قال لي همرره على ماء الجير الرائق لمده قصيره جدا. طيب دوت هيعمل ايه؟ والله لو غاز ثاني اكسيد الكربون فهو هيعكر لي ماء الجير الرائق، وفعلا ادام عكره يبقى كربونات النحاس انحلت بالحراره لاكسيد النحاس واتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى تنحل كربونات النحاس اللي لونها اخضر لاكسيد النحاس الاسود وهيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هستدل عليه ازاي ان هو بيعكر لي ماء الجير الرائق. تمام. معادلة التفاعل كربونات النحاس اللي لونها أخضر هيبقى رمزها CuCO3 هتنحل بالحرارة لأكسيد النحاس الأسود CuO وهيتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون CO2. تمام. بعد كده الانحلال الحراري لمعظم كربونات الفلزات كبريتات الفلزات. كبريتات الفلزات هتنحل بالحرارة لأكسيد الفلز وهتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت. تمام. لو أنا مثلا جبت كبريتات النحاس الزرقاء وعرضتها أو سخنتها لها ببنزين، طبعا هتتحول لمادة سوداء، والمادة السوداء ديت أنا عارف إن هي أصلا أكسيد النحاس، يبقى تنحل كبريتات النحاس الزرقاء لأكسيد النحاس ويتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت CuSO4. كبريتات النحاس اللي هي لونها أزرق هتنحل بالحرارة ل CuO أكسيد النحاس اللي لونه أسود وهيتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت. الانحلال الحراري لبعض نترات الفلزات، لو أنا معايا نترات الفلز هينحل بالحرارة لنيتريت الفلز ويتصاعد غاز الأكسجين. لو مثلا هنعمل انحلال حراري لنترات الصوديوم، هنسخن نترات الصوديوم باستخدام لهب بنزين طبعا. نترات الصوديوم هيكون لونها ابيض، هبص الاقي اتكون معايا ماده لونها ابيض مصفر، فمعنى كده ان نترات الصوديوم انحلت بالحراره الماده اسمها نيتريت الصوديوم اللي لونها ابيض مصفر. طب انا عايزه اتاكد برضو ان الاكسجين هو اللي طلع معايا، فانا هقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوبه، هبص الاقي ان عود الثقاب هيزداد اشتعال او توهج. تمام. طبعا استنتجنا ان نترات الصوديوم هتنحل، نترات الصوديوم اللي هي البيضة هتنحل بالحرارة. النيتريت الصوديوم اللي هو لونه ابيض مصفر ويتصاعد غاز الاكسجين، استدليت عليه ازاي؟ ان هو ازداد توهج عود الثقاب. نترات الصوديوم اللي لونها ابيض 2NaNO3 هتديني نيتريت الصوديوم ابيض مصفر NaNO2 زائد الاكسجين O2. طبعا عايزه اوزن المعادله، الاكسجين جزيء ثنائي الذره من عيله توتو، فانا لازم اضرب المعادله كلها في 2 عشان هو خارج ب2. تمام. طيب يبقى 2NaNO3 زائد 2NaNO2 زائد ال O2. طبعا كده الصوديوم داخل ب2 خارج ب2. تمام. النيتروجين داخل ب2 خارج ب2. تمام. الاكسجين كده داخل ب6، 2 في 3 ب6، 2 في 2 ب4 خارج ب2 في 2 ب4 وادي 2، يبقى كده تمام 6. اوكي. تمام. عايزين بقى نشوف التكامل مع المجتمع، العلم مع المجتمع وكده، فهندرس مثال من أرض الواقع اللي هو مثلا الإيرباج. الإيرباج أو الوسادة الهوائية دي كيس قابل للانتفاخ بيكون موجود في عجلة القيادة في السيارات الحديثة. أهميته إيه؟ الكيس دوت عامل زي حزام الأمان بالظبط، وده من أهم وسائل الأمان الموجودة في السيارة في المواقف الطارئة. لا قدر الله لو السواق عمل حادثة أو اصطدام أو انخفاض في سريع في سرعة السيارة، فدي بتتنفخ عشان تحمي السواق من الاصطدام بعجلة السيارة. تمام. فكرة العمل بتاعها إن أول ما بيحصل اصطدام أو انخفاض سريع في سرعة السيارة، أو بيحصل مثلا حادثة أو حاجة، فهي بيتولد شرر كهربي. الشرر الكهربي دوت بيعمل على انحلال مادة أزيد الصوديوم، يعني الشرر الكهربي دوت أكنه بالظبط عندي حرارة، هيعمل على انحلال مادة أزيد الصوديوم اللي هي رمزها NaN3 اللي موجودة في قلب الوسادة. طبعا هيعمل لها انحلال للصوديوم ويتصاعد غاز النيتروجين. غاز النيتروجين دوت اللي هو أصلا بيملالي الوسادة. أزيد الصوديوم رمزها NaN3 بالشرر الكهربي اللي هو قايم بدور الحرارة، هتديني الصوديوم وغاز النيتروجين. طبعا الوسادة الهوائية دي بتتملي بغاز النيتروجين بسرعة فائقة جدا في 40 ملي ثانية، وبتتفرغ بسرعة بعد التصادم مباشرة عشان تأمن الرؤية والحركة الصحيحة للسائق تاني. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش فولو ولايك وتتابع السلسلة عشان هننزل شرح كويس.